دايما بنشوف مواقف مرعبة أو بنسمع عنها، لكن اللي هتشوفه في مقطع النهاردة بجد مواقف تشيب لها الراس، لأنها مواقف حقيقية ومتصورة بكاميراتهم. أنا إبراهيم، لو عجبك محتواي ادعمني بلايك واشتراك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بسم الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. القصة بدأت في رحلة سفاري بجنوب أفريقيا. مجموعة من السياح شافوا شوية من الأسود قاعدين بيسترخوا، فوقفوا جنبهم بالعربية علشان القصة المرعبة دي بدأت مع أسرة راكبة عربية، شافوا دب على الطريق وحبوا يتصوروا معاه، وفجأة بدأ الدب يقرب من العربية، واللي هيحصل بعد كده مرعب جدا. صوت رعب الأطفال يخوف، وبجد صدمة إزاي الدب ده عرف يفتح الباب. سرعة تصرف الأب أنقذت حياتهم من الوحش ده. القصة بدأت مع شاب استرالي خارج مع أصدقائه بيستمتعوا بوقتهم جنب بحيرة. الشاب ده ربط الحبل في الشجرة علشان يتمرجح عليها، ما كانش يعرف الرعب اللي هيحصل له بعد كده، لأن اللي هيحصل وهتشوفه دلوقتي هيصدمك. لحسن حظ الشاب ده ان التمساح عض الكاميرا وطلع يجري بره الميه. بجد انكتب لك عمر جديد. القصة بدأت في بحر وكاميرا ثابتة بتصور صياد بيصطاد عادي، ومش ده اللي مرعب. اللي مرعب هيحصل دلوقتي. بعد لحظات من التصوير في حاجة ظهرت في الميه هتخلي الصياد ده قلبه يقف من الرعب. حرفيا ده اكتر موقف مرعب، ولا يمكن عشان عندي فوبيا من القروش، بس بجد الموقف مرعب لان الصياد بيبص حواليه من الرعب. القصة بدأت لشخص بيتمشى في غابة ولحظات، وبدأ دب اسود ضخم يظهر قدامه في مسافة قريبة جدا. انا قلت الشخص ده مات خلاص، وفجأة بنلاقي الشخص ده بياخد كاميرته وبيهرب بعيد علشان ينجو بحياته. محظوظ بجد. القصة بدأت في بوتسوانا بجنوب أفريقيا لفريق أفلام BBC. الفريق أخدوا لقطة العمر بعد هجوم الفهد المرعب ده عليهم. المقطع بدأ بريتشارد جونز مصور قناة BBC، وهم بيحاولوا يتعقبوا مجموعة من الكلاب البرية، وبعد فترة من البحث اكتشف طاقم الكاميرا مجموعة من الكلاب البرية اللي بيدوروا عليها. بس المرعب انهم لقوا الكلاب البرية واقفين وبيستفزوا فهد كبير وغاضب جدا. الفهد لما زهق منهم ركب على الشجرة علشان يبعد عنهم. بدأ الفهد يبص لهم بغضب، وده كان رد فعله. المصور وقع الكاميرا من الرعب، لأن فعلا رد فعل الفهد كان مرعب، بس هما محظوظين لأن الفهد سابهم ومشي. الموقف بدأ في رتنبور الوطنية لمجموعة من الأصدقاء في رحلة سفاري، اللي تحولت رحلتهم لكابوس حقيقي بجد لما جري وراهم نمر جعان بشكل مرعب. الحكاية بدأت لما كانوا بيصوروا في الغابة وحسوا بحركة غريبة بين الشجر، وفجأة ظهر قدامهم ده. رد فعل السواق كان سريع وطلع بالعربية على طول، لكن النمر الجائع ده ماشي وراهم ومش سايبهم في حالهم. القصة بدأت مع مجموعة من الشباب بيقربوا من ثور بايثون ضخم في منتزه يلوستون الوطني. البايثون واقف بشكل غريب، لكن باين عليه قوي ان هو متضايق عشان في ناس كتير حواليه. وفجأة جري ورا الطفل ده. لحسن الحظ الطفل ده كان سريع وقدر يبعد عنه بسرعة. عاش يا ابني والله. القصة بدأت لعيلة راكبة مركب في النهر، وفجأة طلع عليهم فرس النهر الأسود العملاق ده بطريقة مرعبة. برغم الرعب اللي حصل لهم هتفضل أفراس النهر غير ضارة ومحبوبة.
القصة بدأت في أفريقيا لجروب من المصورين، فجأة شافوا فيل على مسافة قريبة منهم، واللي مرعب أكتر ظهر فيل تاني قدامهم فجأة، وبعد كده حصل ده. لحسن حظ الجروب ده إن الدليل بتاعهم مدرب كويس وعارف إزاي يتعامل مع المواقف دي بذكاء. لو وصلت لهنا يبقى انت حبيت الفيديو، وتقولي اي قصة حبيتها وشدت انتباهك، وما تنساش يا مميز اللايك والاشتراك. اشوفكم بخير دايما، سلام.